جهلة الأربعين هي ما لها محصورة بس للرجال، ونحن كمان عنا جهلة الأربعين، بس نحن عنا ياها من نوع تاني. بس تفوت فينا الوحدة بالأربعين بتبلش تتصبين وتهتم بحالها أكتر. رح استخدم البيبي كريم السكين لود مرطب وفاونديشن بنفس الوقت. خلص يعني كبرت ولادها وراقت لحالها وصارت بدها تشوف حياتها، وبتمسك ديباجة العمر مجرد رقم، بس هي للحقيقة عندها خوف من هذا الرقم. شوفوا لي الكفرينج على ضوء الشمس، انعكاس المراية وبلا فلتر ولا أحلى. أنا بستخدم 124 زائد 127 لأني غمقانة. المهم بتبلش تهتم بجسمها وتاكل صحي وتلعب بيلاتس وتشرب ماتشا، أبدا مو للفت النظر أو جلب الاهتمام. وبتصير تسمع انتقادات من اللي حواليها. شو صار لك؟ انمسختي؟ طق عقلك؟ جهلانة؟ بس هي بالحقيقة عقلانة، عندها استعداد تقعد بمطعم وتاكل لحالها، تلغي طلعة وتشرب شاي أخضر وتقعد لحالها بالليل هيك على رواق. شوفولي رسمة هالايلاينر ما أحلاها، لك يقبرني ربك. وبتصير تحكي مع حالها على المراية كمان، لكن ما بيهمها القال والقيل، بايعة العالم بقشرة بصلة. مالها مستعدة تفوت بأي نقاش يستنزف جزء من طاقتها. من الأخير طاقتها صارت غالية عليها. دائما خلوا الحواجب للأخير. بس إذا حدا بيقول لها خالي أو طنط، إيه بتخلخل عظامه، مو خوف أو جهل، بس هي عم تمر هلأ بمرحلة اسمها جهلة الأربعين. مين مثلي قرب يصير 40؟